السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم راح جينا ننقل لكم آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري. راح نبدأ بالخبر الأول. مباراة العراق ضد الجزائر راح تكون الغدوة على الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر، والساعة 8 مساء بتوقيت السعودية. والقنوات الناقلة راح تكون قناة بيان سبور المفتوحة، وراح تكون ثاني الأرضية، وعلى ما أعتقد أبو ظبي الرياضية ثاني راح يعقبوا المباراة يعني. وإن شاء الله مربوحة غدوة إن شاء الله مع العراق. احنا يعني راح نلعبوا بكل أريحية غدوة ضد العراق. شغل ما عندناش هذيك الضغوطات الكبيرة، والله قادرين نيلو، والله نربحوا نطلعوا. السيناريو اللي مش مليح، اللي قادرين ما نطلعوش للدور الربع النهائي في كأس العرب، انه نخسروا بنتيجة ثقيلة والسودان تربح البحرين ب3-0. هذا هو السيناريو اللي قادر ما يطلعناش الربع النهائي، وهذا السيناريو انا نستبعده صراحة. انا ما نتوقعش هذا السيناريو راح يصرى. انا نتوقع باللي غدوة العراق نفوزوا عليها بدواء. هذا هو التوقع تاعي تاع المباراة تاع غدا، وان شاء الله مربوحة ان شاء الله. وثاني خبر راح ننتقلوا ليه، يعني راح نعطيكم الاسباب اللي راح تخلينا نربحوا كاس افريقيا في المغرب. باسكو كاس افريقيا راه مبقالهاش بزاف، بقالها واحد 12 يوم ولا. السبب الاول اللي نقدروا نربحوا كاس افريقيا، لازم تكون تحضيرات جيدة في التدريبات. لازم بيتكوفيش لازم يعطي الخطة تاع اللعب للجوار، لازم يعطي التكتيك اللي راح يلعبوا به. وثاني حاجة ثاني، لازم استدعاء لاعبين شبان ويكونوا جاهزين ويكونوا في المستوى. لازم استدعاء لاعبين شبان من الاخر. هما حاجة، لازم القرينطا والحرارة، لازم بيتكوفيش لازم يعطينهم هذيك الشحنة للجوارة تاع القرينطا والحرارة. لازم تلعبوا على جال الاعلام. لازم اللاعبين تاع المنتخب الوطني لازم يلعبوا على جال الاعلام من الاخر، ما يخموش على جال حوايج واحد اخرين، على جال الاعلام لازم يلعبوا من الاخر. لازم بيتكوفيش لازم يعطينهم الحماس هذاك، الحرارة، باللي 45 مليون من الجمهور الجزائري راه يتفرج فيكم، مالا لازم تفرحونا من الاخر. ولازم ثاني الجوارة ما يكثروش الهضره مع الاربيتر من الاخر، باسكو تكثر الهضره مع الاربيتر ولا النرفزه الزائده ولا تسب الاربيتر راح تكلفك الكثير من الاخر. قادر هكذا ما على باليش انايا مع الاربيتر جاتك نرفزه زائده، والله كش ما قلت له كلمه والله يعطيك الحمراء وينضر، شغل متطفره فيك غير انت من الاخر. وان شاء الله نربحوا كاس افريقيا من الاخر. كاس افريقيا في المغرب عندي يعني امل كبير بلي راح نربحوها، باسكو المغرب الجو تاع المغرب والجو تاع الجزائر كيف في المغرب ما كانش رطوبه بزاف كيما ادغال افريقيا، كيما وين كنا نلعبوا في الكاميرون وفي الكوتيفوار وكذا. يعني في المغرب ما كانش رطوبه بزاف، قادرين نلعبوا بحراره ونربحوا من الاخر. كاس افريقيا قادرين نربحوها في المغرب، ولازم يكونوا الجوارة لازم قويين بدنيا، باسكو هذه لافريك لازم تحتاج جوارة لازم يكونوا صحاح من الاخر. ولازم التكتيك ثاني، التكتيك دو جو لازم تكون اللمسة تاع المدرب لازم تكون كاينة. ورانا كون نجو نقارنو ما بين المنتخب الجزائري والمنتخبات الاخرى في لافريك، يعني عندنا جوارة خير منهم من الاخر. عندنا جوارة هايلين، عندنا عمورة، عندنا رياض محرز، عندنا مازا، عندنا شايبي، عندنا أشرف عبادة. يعني جوارك شغل في المستوى العالي. يكون جو نقارنو ما بين المنتخب الجزائري والمنتخبات الأخرى تاع لافريك، عندنا جوارة خير منهم من الآخر، وعندنا جوارة قادرين يقدموا إضافة كبيرة في كأس افريقيا وفي كأس العالم لما لا. ونروحوا بعيد ان شاء الله في كاس افريقيا، وشفوا على كلامي في كاس افريقيا ان شاء الله نروحوا لابعد حد، على الاقل ربع نهائي. نتمنى كل الحظ والتوفيق للمنتخب الوطني في كاس افريقيا، وان شاء الله يكون جمهور بقوه ان شاء الله في المغرب. انا على بالي بلي الجمهور الجزائري كره رايحين المغرب يساندوا المنتخب الوطني. ننتقلوا الى الخبر التالي.
أشرف عبادة قال لهم أنا في الحموم ما نحبش الخسارة، واللي يشمخ التريكون ألعب معاه. صراحةً هذا أشرف عبادة عجبتني تصريحاته، عجبني اللعب تاعو صراحةً. شفتو كيفاه يلعب في أرضية الميدان، يلعب يعني بحرارة. شفتو كيفاه ينزع الكرة من الخصم، شغل يلعب بواحد الحرارة ماهيش نورمال صراحةً. وفي الديفونس أكد لي باللي صح يستحق التواجد في المنتخب الوطني الأول، ماشي غير في المنتخب المحلي، مام في المنتخب الوطني لازم يشوف لنا مع بيتكوفيتش، لازم يستدعيه من الآخر. باسكو جوار شفتو يلعب بكل ثقة في النفس في أرضية الميدان. كيف ضرب هذيك الكوت زيزو ولا عطاها يعجبك، راه مش ساهلة. راك في المنطقة تاعك وقدام الخصم، وت شغل تطلع البالو هكذا وتعطيها بكوت زيزو، راه مش ساهلة من الآخر. بين لي باللي جوار عنده ثقة في النفس من الآخر. وكون غير يستدعيه بيتكوفيتش المنتخب الوطني الأول، يستدعيه وما يندمش عليه. هذا اللاعب، هذا اللاعب قادر تروح به بعيد في كأس أفريقيا وفي كأس العالم من الآخر. هذا لاعب صغير من الآخر. أول حاجة شغل ما تجيش تقول لي عيسى ماضي، عيسى ماضي سيبو كبر في السن. أشرف عباد هذاك شغل لاعب نحسو باللي كيفاك شغل يحوس يدير حاجة، يحوس يقدم. شغل هادو اللاعبين متعطشين، هادو لازم هما اللي تعطيهم الفرصة. عيسى ماضي سيبوك شغل دا كاس افريقيا هكداك، شغل سيبون لازم نجيبو جوار جدد من الاخر. واخر تصريح راه نهضر لكم عليه، بيتكوفيتش قال يمكن انتقاد رامي الزروقي على خطأ واحد، لكن سلوكه والتزامه داخل الملعب وخارجه لا يمكن التشكيك فيه أبدا. زروقي لاعب رائع ومحترف ويحظى بتقدير كبير في إفريقيا. هذه الراي تاع بيتكوفيتش راه يشوف إذا الجوار باللي قادر يقدم الإضافة في خط وسط الميدان في المنتخب الوطني الجزائري. وانا نشوف في زروقي لاعب يعني لاعب متوسط يعني، ما يستحقش التواجد في المنتخب الوطني الجزائري من الاخر. صح تجيبه في القائمة وكذا، بصح باه تدخل ويلعب ما باه دخل زروقي يلعب في خط الوسط. شغل زروقي ديجا ما نعتبره قلت لكم لاعب متوسط، خاطركش يرجع البالو للور، ما عندوش تمريرات للامام. شغل لاعب تحسو باللي متوسط من الاخر، ما يستحقش التواجد في المنتخب تاع بيتكوفيتش. وانا نحترم اللاعب هذا الزروقي، لاعب خلوق يعني، جامي خرج بتصريح ولا سب ولا كذا ولا. زروقي يعني لاعب خلوق صراحة. واخر خبر راح نعطي لكم التشكيله اللي قادره تربحنا كاس افريقيا. في حراسه المرمى شعال. في خط الوسط قلت لكم في خط الوسط، في خط دفاع راح ندير اشرف عباده ورامي بن سبعيني. في الظهير الايمن يوسف عطال. الظهير الايسر ريان ايت نوري. خط الوسط بن ناصر وشايبي ومازا. يا ناس مازا لاعب شغل شاب وراه جاي بقوة، يستحق اللعب في المنتخب الوطني. في الجناح الأيمن راح ندير رياض محرز. الجناح الأيسر راح ندير عمورة. والرأس حربة راح ندير بغداد بونجاح. وانتم عطونا يعني رايكم في التشكيلة دي اللي درتها، وعطونا التوقعات تاعكم وين راح نروحوا في كاس افريقيا. اسكو راح نخرجوا من البرومي تور ولا نروحوا لأبعد حد يعني. كان هذا الفيديو اليوم، خلوا ابوني وتهلاو في رواحكم.